الافضل لما اجي اعمل اي نظام غذائي صحي ان انا اكل في البدري عن ان انا اكل بالليل. لان هما الابحاث لقت ان انا لو اكلت بالليل فده بيلخبط الميتابوليزم عندي ونظام الايد وبيزود احتمالية الاصابة بمرض السكر. فعشان كده نحاول ناكل بدري على قد ما نقدر. بالنسبة للناس اللي بيبقى عندها شفتات وبتضطر ان هي مثلا تبقى صاحية بالليل وتنام الصبح، حاولوا على قد ما تقدروا تتعشوا قبل الشفت. طول الشفت يبقى سناكس خفيفة جدا. تمام، خضار فاكهة مية عشان كمان لو شغلكم كان صعب ما تتعبوش. والصبح نفطر عادي جدا، والغدا نتغداه في ميعاده. من من الحاجات المهمة اللي أنا لازم أخد بالي منها إن ما ينفعش تلت الطاقة بتاعتي أخده آخر النهار. يعني ما ينفعش وجبة الغدا تبقى متأخر قوي، تبقى ومليانة بقى بحاجات كتير، لأن وجبة الغدا تعتبر هي الوجبة الرئيسية في حياتنا يعني، وفي نظامنا الغذائي وفي عاداتنا. هي اللي بتحتوي على أغلب الأكل، فما ينفعش تبقى بطاقة النهار. لأن ما ينفعش يعني تبقى آخر النهار، لأن دوت لقوا إن هو بيزود احتمالات مرض السمنة. فلذلك نحاول على قد ما نقدر ان تبقى وجبة الفطار ووجبة الغدا هما اللي بيحتوي على اكبر قدر من الطاقة اللي انا محتاجاه. بس اهم حاجة ان تكون وجبة الغدا قبل الساعة 3. يبقى وجبة الفطار وجبة الغدا فيهم اغلب الطاقة، بس يكونوا قبل الساعة 3 عشان ما بقاش اخدت اكتر من تلت الطاقة بتاعتي بعد الساعة 3. مفيش حاجة اسمها انا هطنش الفطار عشان انا ماليش نفس، او انا اصلا ورايا شغل او شغلي صعب، مع بال افطر هكون الساعة 1 ولا 12. ما انت لو فطرت 1 12 مستحيل تتغدى الساعة 3. فلازم الفطار بتاعي يكون بدري جدا، 6 7 8 الصبح. ولازم يكون متكامل، يعني يكون فيه بروتين كويس. لازم يكون فيه فاكهة خضار اللي اقدر اعمله الصبح. لازم يكون فيه طبعا نشويات اساسي. انا عن نفسي من على البالانس الدايت ان هو الاكل يكون متوازن. النشويات ممكن اختار نشويات صحية، مش لازم يعني تكون نشويات ضارة. يعني في نشويات الحبة الكاملة اللي هو اجيب العيش اللي يكون حبة كاملة، ده لطيف جدا معايا. تمام. كمان يكون موجود فيه دهون صحية. الأفوكادو فيه نسبة من الدهون الصحية، زيت زيتون، الكلام ده كله. ليه بقى؟ عشان هما لقوا لما أنا بطنش وجبة الفطار، لقوا إن الوزن بيزيد وكمان أمراض القلب بتزيد. فما فيش يعني أي مجال إن أنت تطنش وجبة الفطار. المرة الجاية بقى هنتكلم ايه الخطوات اللي هبدأ فيها لنظام صحي زي ما قلنا في أول الكلام. النظام الصحي اللي هيوصلني في الآخر ان انا اظبط جسمي وكمان اظبط وزني. بس كده.